بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا هنتكلم دلوقتي عن حاجة شائعة جدا، هي آلام أسفل الظهر. أسفل الظهر يعني الحتة اللي هنا دي اللي عند الفقرات القطنية. أهم الأسباب طبعا ليها إن يكون لا قدر الله في بدايات غضروف أو التهابات في الفقرات. طبعا ده أهم سبب. السبب الثاني إن ممكن يكون في مجهود بدني كبير اتعمل فعمل شد عضلي. السبب الثالث ممكن يكون عندك روماتيزم في العظم كله، من ضمنهم أسفل الظهر. يعني الأسباب دي طبعا أنت بتعرف الغضروف من الإشعة، سواء بتعمل أشعة سينية أو أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي، كل ده عشان تقدر تحدد درجة الغضروف أو التهاباته. و برضو ممكن يكون عندك روماتيزم أو أملاح في الدم، ودي تعرفها من تحاليل سرعة ترسيب وأملاح في الدم والسي ار بي اللي هو برضو للروماتيزم، تحاليل معينة. والاي اس او تي اللي هو الميكروبات السبحيه، لو هو حد صغير في السن ممكن يكون عنده حمى روماتيزميه من اللوز او الكلام. طبعا الشد العضلي لو لقيت كل ده سليم وهو عمل تساله في الهيستوري او التاريخ المرضي القريب بتاعه، هل عمل حاجه مجهود جامد بدني، شال حاجات تقيله، وقف فترات طويله، مشي فترات طويله، يبقى هو ده ممكن يكون السبب بتاع، مع طبعا استبعاد الاسباب الاخرى اللي احنا قلنا عليها. وبندي طبعا بنعالج السبب. ممكن يبقى الموضوع شد عضلي بس وبندي بسط العضلات، ممكن يكون علاج بسبب الروماتيزم بندي علاج للروماتيزم، ممكن يكون سبب املاح في الدم بندي علاج للنقرس، وممكن يكون سببه الغضروف فبنبدا نعالج الغضروف على حسب درجه الغضروف اللي شايفينها في الاشعه. اتمنى للجميع صحه جيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.